تعال اقول لك ليه الناس كلها بتتكلم دلوقتي عن مكاوي واندرو تيت. وخلي بالك علشان في حركات كتيره قوي بتتعمل على الشاشه قدامك بيكون قدامها تخطيط كبير جدا معمول ورا الشاشه دي. اندرو تيت لما بدا راح اشترى سيرفرات وناس كتيره جدا في الهند والصين علشان يعملوا اكونتات باسمه وينزلوا محتوى. هينزلوا محتوى منين؟ من البودكاستات اللي هو بيعملها. بس طبعا مش هينزلوا محتوى عادي لان هو مش عايز محتوى عادي. هو عايز المحتوى اللي يثير الجدل، اللي يخليك لما تشوفه تقول مين الشخص دوت، ويفضل الشخص دوت معلق في دماغك بآرائه الغريبة اللي هو قالها في البودكاست. ان هما بيبقوا واخدين الحتة المثيرة للجدل في البودكاست بس، وسايبين الحتة العادية اللي هو بيتكلم فيها بطريقة عادية. فبناء عليه يعلق معاك اسم اندرو تيت وتفضل فاكره. نفس الفكره حاول يعملها مكاوي وانا كنت مشترك فيها يعتبر، لان هو طلب من خلال فتره من قبل شهر رمضان ان هو عايز مونتير، وبحكم ان انا مونتير فانا قدمت في الفورم اللي هو نزلها. الفورم دي تقدم فيها حوالي 3000 واحد، وفي الطبيعي ان انت هتعمل انترفيو وهتختار الشخص اللي هيشتغل معاك او الشخصين ايا يكن العدد اللي انت عايزه. بس مكاوي حب يستغل